السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، والنهاردة بنكمل محتوى الويب هوستنج. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على إزاي أقدر أحجز هوست مدفوع، واتكلمنا المرة اللي فاتت على الهوست اللي هو جو دادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الويب هوستنج الفري، إزاي أقدر أحجز استضافة ودومين مجاني علشان أقدر إن أنا أرفع عليه الويب سايت بتاعي طبعا كشكل تجريبي. إنما وانس ان انت عايز بقى تبلش الموقع بتاعك ده ويبقى متاح للناس، اكيد مش هنروح على استضافة مجانية. ولكن لو انت عايز تجرب وتشوف الويب سايت بتاعك وتأكد الدنيا تمام وكل حاجة، تقدر تتست ده من على هوست فري. النهارده هنتكلم على الهوست الفري اللي هنشتغل عليه، وهو اسمه 000 webhost.com. طيب اولا هنشغل الويب سايت بتاعنا. انا هشتغل معاكم النهارده من اول ازاي اعمل ريجستريشن في الموقع لغايه لما يبقى معايا دومين ومعايا هوست. طيب اول حاجه هنفيريفاي ان احنا انسان، مش حاجه بتعمل هاكينج للسيستم ده. تمام. الويب سايت كده حمل معانا. طيب هنبتدي نعمل ساين ان. ماشي، ممكن نعمل ساين اب. هعمل اكونت جديد خالص. الميل بتاعي امير دوت فاروق @gmail.com. احط الباسورد بتاعتي. repeat الباسورد. تمام كده، نعمل sign up. طيب هو طبعا برضو بيحاول يتشيك ان اللي شغال على الويب سايت ده human. ماشي. جاكورز هيد. اوكي. next. اوكي verify. تمام. الموقع يبتدي يلود. ماشي، هو دلوقتي بيقول لي verify your account، وبيقول لي ان احنا بعتنا ايميل على الايميل بتاعك اللي انت سجلت بيه، لازم تروح تعمل بيه verify. هروح على الايميل بتاعي الفيريفاي او الايميل اللي هعمل بيه verification. وصل. click to verify your email. تمام، هضغط. كده احنا بنبتدي دلوقتي نعمل خطوة التفعيل. خلاص فعلنا الايميل بتاعنا. هلو. تمام. ستارت. طيب بيقول لي اول حاجة هنا بقى الدومين. اختار الدومين بتاعك، وليكن مثلا قلت له الدومين بتاعي عايزه يبقى اسمه امير فاروق. بعد كده بيقول لي الباسورد. هحط الباسورد بتاعتي. هريبيت الباسورد برضو. تمام. اسم الويب سايت كده امير فاروق، وظبطنا الباسورد والماتش باسورد. خلاص كده تمام مظبوطين. كريت. هنستنى برضو يلود علشان يبتدي كريت الدومين بتاعنا. كده احنا اخترنا الويب سايت بتاعنا طبعا لانه هوستنج فري، فمش هيبقى بقى امير فاروق دوت كوم زي ما كنا بنعمل في جو دادي، لا ده هيبقى .00 webhostapp.com. هيبقى ده كده الدومين بتاعنا. احنا هننتظر بس لغاية لما يلود. تمام كده ابتدى ان هو يخلص. طبعا دلوقتي بيقول لي how do you prefer to tackle website creation. هل انت عايز تانستول ووردبريس ولا انت هتابلود الويب سايت بتاعك؟ لا، هقول له تمام انا هابلود الويب سايت بتاعي. طبعا من هنا اقدر ان انا ارفع الويب سايت بتاعي. ارفع الويب سايت ازاي؟ هخش على public HTML
وجوه البابليك HTML هنا بقى هبتدي ارفع الموقع بتاعي. يعني مثلا تعالوا نعمل ابلود فايل. تعالوا نختار الفايل اللي احنا شغالين بيه في الجزء اللي يخص ال HTML. شغلت فايل الاندكس والايمجز اللي احنا كنا رافعينها. خلينا الاول نرفع الاندكس اهو. ابلود. تمام. طبعا انا دلوقتي لو شغلت الموقع بتاعي، احنا كنا قايلين الموقع اسمه ايه؟ امير فاروق 00webhost.com، اللي هو ده الموقع بتاعي اللي اسمه امير فاروق .00webhost.com. يعني لو انا عملت كده قلت له امير فاروق .000webhost.com، ادي الموقع بتاعي. ده طبعا لو تفتكروا اللي احنا كنا رافعينه او اللي احنا كنا شغالينه في كورس ال HTML، المحاضرة او السيشن اللي هي الخاصة بالايمج. طبعا عايزين نرفع الصور. قلنا برضو حياتنا كلها في البابليك HTML. لو انت عايز ترفع اي حاجة تخص الموقع بتاعك، كل ما يخص الموقع هيترفع جوه البابليك HTML. ادي الاندكس HTML. عايز اعمل فولدر جديد وليكن مثلا سميته images زي الفولدر اللي كان موجود عندي. دخلت على images كأنك بتتعامل في الكمبيوتر بتاعك بالظبط. upload فايل. هسلكت الفايل اللي انا عايز اعمل له upload، دي الصورة اللي انا عايز ارفعها، واقول له من هنا كده upload. كده خلاص انا عملت upload للصورة. لو رحت دلوقتي عملت refresh هبص كده الاقي الصورة بتاعتي ظهرت. يبقى احنا النهارده بكل بساطة اتعلمنا ازاي نقدر نحجز دومين ونحجز استضافة على هوستنج فري مشهور جدا اللي هو 000webhost.com. طبعا انت لو عايز تمانج الهوست ده لسه هنتكلم فيه احنا، بس النهارده يعني حتى ما تعتبرش ان احنا اتعلمنا ازاي نرفع الويب سايت بتاعنا. احنا النهارده كل الهدف من الكورس النهارده او من سيشن او الفيديو النهارده ان احنا نتعلم ازاي نقدر نحجز هوست ونحجز دومين فور فري من غير ما ادفع اي حاجه خالص. وانا بس وريتك ان احنا تمام كده اشتغلنا او شغالين الويب سايت بتاعنا اونلاين وموجود دلوقتي على الانترنت. يبقى عايز تحجز استضافة فري، عايز تحجز دومين فري من الحاجات الشهيرة جدا الناس بتست عليها 000webhost.com. طبعا لا يخفى عليك ان انت شغال على هوست فري، فدايما هيبقى عندك ال مفيش عندك دوت كوم بقى، يعني هو هيبقى دوت 000webhostapp.com، ودايما هيبقى عندك الاعلان بتاع الويب سايت، لان انت عامل حاجه فري، فما تتوقعش ان انت هتاخد كل الصلاحيات اللي انت بتاخدها من اي هوست مدفوع. لسه هنكمل المرات اللي جايه برضو في الويب هوستنج. احنا لسه ما اتعلمناش ازاي نقدر نرفع الويب سايت سواء على الاستضافه المدفوعه. انا لسه برضو مش معتبر ان احنا كده اتعلمنا رفع الويب سايت حتى واحنا مجربينها النهارده في الهوستنج فري. انا هعمل فيديو ازاي ان انا ارفع بقى الويب سايت وارفع الداتابيز بتاعتي على الهوستنج، فيديو للفري وفيديو للهوست المدفوع. استنوني في الفيديوهات اللي جايه الخاصه بجزء الويب هوستنج. كنت انا معاكم امير فاروق. اتمنى الفيديو يكون بسيط وسهل للناس كلها. لو عندك اي سؤال ما تترددش ابدا في انك تكتب الكومنت بتاعك، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل اسئلتكم. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.